عمرك عملت حاجة وبعدها فضلت تفكر هو الناس هتقول ايه؟ يمكن لبسك، كلامك، بوست نزلته على السوشيال ميديا، او حتى قرار اخدته في حياتك، وفجأة تلاقي نفسك مش مركز في اللي عملته قد ما مركز ايه رأي الناس في الحاجة دي. طب ليه؟ ليه بنفكر في كلام الناس بالشكل ده؟ خليني احكي لك عن الفكرة. مخك بطبيعته مخلوق بيحب القبول. من زمان جدا كان البقاء نفسه مرتبط ان الناس تتقبلك، انك تكون وسط مجموعة. فكرة ان حد يرفضك او ممكن حتى ينتقدك بالنسبة لمخك مش حاجة بسيطة خالص، دي كانت اخطر حاجة. وعشان كده لحد دلوقتي مخك بيكبر اي رأي سلبي ممكن تسمعه من الناس، وبيخليك تحس انه مهم جدا، حتى لو مش كده، ولو برضو مش الحقيقة. ان اغلب الناس مش مركزة معاك اصلا، كل واحد مشغول بنفسه وبحياته وبمشاكله، والرأي اللي انت قاعد تفكر فيه بساعات ايه رأي الناس هيكون فيه ممكن يكون عدى على اللي قاله في ثواني. المشكلة مش في كلام الناس، المشكلة في قد ايه انت مدي لكلام الناس قيمة. طب نعمل ايه؟ نتجاهل كلام الناس خالص؟ لا، مش صح. بس نفهم حاجة مهمة، مش كل رأي نسمعه يستاهل يتسمع بتمعن أو ناخد برأيه. اسأل بنفسك، الشخص ده أنا أصلا مهتم برأيه؟ عايز أبقى شبهه أو زيه؟ أثق في طريقة تفكيره؟ لو الإجابة لأ، ما يهمنيش في حاجة، يبقى ليه رأيه ده يحدد إحساسك؟ ببساطة مش كل صوت حواليك لازم تسمعه، وأهم صوت في حياتك هو صوتك أنت. لما تبدأ تسمعه أكتر كلام الناس هيبقى أهدى بكتير، وأنا هحكي لك عن الفكرة.